المكتب كان هادي والكل مروح، والمدير كان مستني التقرير السنوي اللي عليه العين والنية. الموظف الشقيان كان بقاله شهر مش بيشوف النوم عشان يخلص مشروع العمر، وكان مأمن جدا لزميله هاني اللي كان بيقعد معاه في نفس الأوضة وبيمثل إنه سنده وبيقوله: يا صاحبي انت تعبت، روح ريح وأنا هقفل لك الملفات دي وأسلمها للمدير الصبح في ميعادها. الموظف ساب فلاشة الشغل الهاني وروح، بس وهو في السكة اكتشف إنه نسي تليفونه القديم في درج المكتب. رجع الشركة في نص الليل عشان ياخده، وأول ما قرب من باب الأوضة سمع صوت رنة منبه غريبة طالعة من جوه. دخل بهدوء ولقت هاني قاعد وعامل منبه كل ساعة عشان يصحصح، وكان فاتح ملفات الموظف وعمال يغير في الأرقام والحسابات عشان يبوظ المشروع تماماً. مش بس كده، ده كان بيصور أسرار الشركة بموبايله وبيبيعها للمنافسين في بث مباشر، وهو بيقول بضحكة غل: بكرة الموظف ده هيروح في داهية، والمدير هيفتكر إنه هو اللي سرق الأسرار وبوظ المشروع، وأنا اللي هبقى البطل اللي أنقذ الموقف. الموظف الدم نشف في عروقه، بس ما كانش هينفع يدخل يتخانق. استغل إن هاني كان سايب المنبه شغال، وصور هاني وهو بيلعب في الملفات وبيبيع الأسرار بالموبايل القديم اللي كان معاه. الصبح المدير جمع الكل عشان يستلم المشروع، وهاني بدأ يمثل الصدمة ويقول: يا فندم الملفات دي كلها غلط، والظاهر إن زميلي هو اللي سرب الأسرار للمنافسين. الموظف طلع الموبايل القديم وشغل الفيديو قدام المدير والشركاء كلهم. هاني وشها بقى زي الكفن، والمدير عرف إن السم كان بيتحضر في مكتبه من أقرب الناس. هاني اترفد بفضيحة بجلاجل وتحول للتحقيق، والموظف أخد حقه وعرف إن الزميل اللي بيقولك روح ريح ممكن يكون هو اللي بيحفر لك القبر في غيابك، والحرص واجب حتى من رنة منبه. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تأمنه على شقاك وتعبك ممكن يكون هو اللي بيبخر لك مستقبلك بالكذب والغل، والحقيقة دايماً بتبان في لحظة ما كنتش على البال.